بل إن دين اليهود مع ضلال اليهود وبغضهم وتكفيرهم، بل من لم يكفرهم فهو كافر مثلهم، دين اليهود خير من دين هؤلاء الرافضة، إلا بأن نستعين بكفار للقضاء عليهم لجاز هذا الفعل. هو ايه اللي انا شايفاه ده؟ يعني ايه؟ يا رب اكون بحلم، بس ساعتها مش هيبقى حلم، هيبقى كابوس. يعني ايه شيخ وداعية ديني طالع يقنعني ان دين قتل الانابيب احسن مليون مرة من اهل الشيعة؟ الشيعة دول اللي هم زي بيقولوا لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، مع العلم دين تل الانابيب ده هم اللي خلصوا على سيدنا عيسى، مش مؤمنين بيه، وكانوا عايزين يخلصوا على سيدنا محمد عشان برضك مش مؤمنين بيه. شايف دول احسن من الشيعة مبدئيا كده. انا آية عمر السنية ابا عن جد، ومختلفة تماما مع الشيعة في ذهابي ومذهبي، بس اختلافي معاهم ركز معايا قد ايه؟ 10% في الفقه وفي التاريخ، 10% من التاريخ والفقه بس. لكن اختلافي 100% مع ولاد الإخس. ولاد الإخس ماشيين كده، أنا أمشي كده. وخلونا نرجع لأصل الخلاف بين السنة والشيعة، وهي ثغرة كربلاء اللي استخدمها عدونا علشان يفرق ما بيننا ويزرع الفتنة. وعايزاك تسيب كل اللي في ايدك وتسمع ايه اللي حصل يوم. كلنا واقفين دلوقتي في كربلاء مع سيدنا الحسين، كلنا عطشانين، مانعين عننا المية المجرمين. وسيدنا الحسين عنده ابنه عبد الله ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، كان رضيع عليه السلام، وكان عمال يصرخ من شدة العطش. فسيدنا الحسين افتكر ان الناس دي بني ادمين، فقال لنفسه اكيد هيشفقوا على هذا الرضيع، فاخذ الرضيع من الخيمة سيدنا عبد الله الرضيع عليه السلام ورفعه بين ايديه ورفعه قدام الجيش بتاع المجرمين، وقال يا معشر المسلمين الله الله فينا، الله الله فينا، إن كنتم تأبون أن تسقونا فاسقوا هذا الرضيع، ده هيموت من العطش، أعطوني شربة ماء من أجل هذا الرضيع. واحد اسمه حرملة لعنه الله إلى يوم القيامة، فمسك السهم ونشن السهم، فوقع السهم في رأس عبد الله ابن مولانا الحسين وهو بين إيدين أبوه، دخل السهم في راسه فغرق في دمه وهو في حضن أبوه عليه السلام، وكله بقى دم. ورفع عينيه للسماء وقال له اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وبعدين بص الحرملة اللي رمى السهم وقال له أظمأك الله، أظمأك الله، أظمأك الله، ربنا يعطشك. قالها له 3 مرات. حرملة المجرم ده خاف وقعد يقول لأصحابه اسقوني اسقوني مية بسرعة، عارف إن ده سيدنا الحسين. والرواية دي رواها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. فضل يشرب مية يشرب مية يشرب مية حتى انقض بطنه ومات. وبعدين سيدنا الحسين يقول كلمة، رفع عينيه للسماء وقال إنما يهون علي ما نزل بي أنه كان بعين الله. أنا اللي مصبرني على اللي أنا فيه إن أنا عارف إن ربنا شايف كل حاجة. وفجأة علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين قام من الفراش، هو مريض، قام من الفراش وقال يا عمه ما فعل أبي، أبويا بيعمل إيه دلوقتي؟ قالت دونك يا بني، سيب أبوك دلوقتي يا بني. فلقى مولانا الحسين يقاتل وحده. سيدنا الحسين بص حواليه ما لقاش ولا بني آدم. قال أي عمه ناوليني السيف والعصا. قالت يا بني أما السيف فتبارز به ولما العصا؟ قال يا عمه أعطني السيف لأقاتل بين يدي أبي، وأعطيني العصا لأتوكأ عليها فإني لا أكاد أستقيم قائما، أنا مش عارفة أمشي. فأخذ منها العصا وأخذ منها السيف وخرج من الخيمة. فسيدنا الحسين بيبص كده لقى زين العابدين جاي من بعيد، فقال يا زينب رديه إلى الخيمة، دخليه للخيمة بسرعة حتى لا ينقطع نسلنا من على وجه الأرض. فجريت ستنا زينب وسط القتال ووسط المجرمين، جريت أخدته في حضنها ودخلته مرة تانية للخيمة. ويرجع زين العابدين جوه الخيمة، وتيجي أصعب لحظة في التاريخ، أصعب لحظة في كربلاء، لحظة مقتل مولانا الحسين. سيدنا الحسين بيحارب لوحده والمجرمين بيرموا السهام من بعيد، وبعدين ابتدوا ينشنوا على الفرس اللي سيدنا راكبه، فضربوا رجلين الفرس ال4 وضربوا راس الفرس وضربوا رقبة الفرس. ومولانا الحسين رحيم طبطب على راس الفرس وترجل على قدميه، يعني نزل على رجليه وطبطب على الفرس وقال له عد إلى الخيمة، لأن هو مش عاوز يموت بسببه. فطلع الفرس يجري لله درك، لله درك يا مولانا يا حسين، لحد ما جل عين
شمر ابن ذي الجوشن عليه لعائن الله إلى يوم القيامة. وقال أيها الناس ما لكم اقتلوا الرجل، انتوا خايفين من ايه؟ يلا اقتلوه. فابتدوا يتشجعوا لما شافوا الشيطان ده بيقول كده، ابتدوا يتشجعوا. فقال أنا أبدأكم، أنا أول واحد هقرب منه. وأخذ سهم وطعن به صدر مولانا الحسين، فسقط على ركبتيه وجثى الأسد على ركبتيه، ولم يكن سقوطه إلا قمة علوه في سماء رب العالمين. وبعدين يجي واحد اسمه سنان ابن أنس النخعي عليه لعائن الله، يجي سنان ابن أنس ويقول وأنا أقطع رأسه، ويجيب السيف بتاعه ويقطع رأس مولانا الحسين، وتتقطع رأسه في أرض المعركة. وفي اللحظة دي الفرس يجري على الخيمة بتاعت ستنا زينب. فستنا سكينة، مش أنا قلت لحضرتك المرة اللي فاتت، كانت تسمع صوت الفرس تعرف إن أبوها جاء، فتطلع تقول له يا أبتي نحن بخير انتبهي أنت لحالك. فتفرح ستنا سكينة فاكرة إن الفرس جايب مولانا الحسين، فتطلع عشان تطمن أبوها، فتلاقي الفرس جاي لوحده، فتبص عن يسارها فتلاقي أبوها جسمه في ناحية وراسه في ناحية، وتصرخ وحسيناه وحسيناه. فتطلع بسرعة ستنا زينب فتشوف المنظر، وتلاقي ستنا سكينة بتصرخ، وستنا فاطمة النبوية بنت الحسين بتصرخ، فتضمهم إلى صدرها وترجعهم بسرعة للخيمة، ويموت مولانا الحسين. عشان كده الشاعر قال جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بدمائه تزميلا، وكأنهم بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عاقدين رسولا، قتلوك عطشانا ولم يترقبوا فيك التأويل والتنزيل. سلام الله عليك يا مولانا الحسين. وتخلص أسطورة أعظم رجل في التاريخ، ابن أعظم رجل في التاريخ، ابن عم مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ممكن تقولي بقى بعد اللي انت سمعته ده مفيش مسلم على وجه الأرض يقدر يتحمل الوجع اللي حصل في سيدنا الحسين حفيد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، واللي حصل لآل البيت؟ لا سني ولا شيعي. الشيعة بيموتوا من القهر على اللي حصل لآل البيت، والسنة بتلعن كل ايد اتمدت بالشر على ريحانة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الدموع واحدة والوجع واحد، واحنا الاتنين بنعشق سيدنا الحسين عليه السلام، وبنعشق التراب، بنعشق تراب رجليه. الخلاف الوحيد احنا كل واحد اتعامل ازاي في حادث كربلاء. الشيعة خد الطريق اللي هو كل سنة بيعملوا طقوس معينة، احنا أهل السنة مش مقتنعين بيها، لأن اللطم سيدنا محمد نهاه، غير كده مفيش. لكن احنا الاتنين ربنا واحد، رسولنا واحد، كتابنا واحد، قبلتنا واحدة. الخلاف جاي منين؟ سايبين 90% من الحاجات اللي بتجمعنا وماسكين يدوبك بس في 10% شيء لا يذكر، وسايبين عدونا اللي بيخلص علينا ومش بيفرق، ما بيسألش مين فينا شيعة ومين فينا سنة. لما بيخلص على أهل القطاع واهل اليمة الغربية سنة بيخلص عليهم، ما بيسألش انت دينك ايه. لما بيخلص على جنوب لبنان وهم اهل الشيعة ما بيقول لهمش لا انتوا شيعة مش هخلص عليكم، بيخلص علينا كلنا، ما بيفرقش ما بين شيعة وسنة. وما حدش يقدر يختلف معايا ان احنا مصيبتنا في الاتنين والله واحدة. لازم نفوق دلوقتي ونبعد اي خلاف، لازم دلوقتي حالا ننهي هذه الفتنة، لازم دلوقتي حالا نكون أمة واحدة علشان ربنا ينصرنا على أعدائنا.